وليد الركراكي يفاجئ إسماعيل السباري بتصريح تاريخي. أشاد الناخب الوطني وليد الركراكي بما قدمه اللاعب المغربي إسماعيل السباري خلال مباراة المغرب يوم أمس ضد منتخب الغابون. وقال وليد الركراكي في تصريحات بعد المباراة ما يلي: السباري لاعب موهوب ولديه مستقبل كبير، نحن صبرنا عليه وكان يعاني من إصابات عطلت تألقه معنا. وأضاف: السباري قدم تمريرة حاسمة وسجل هدفا جعلني كالمجنون وهرولت نحوه لأننا نرغب في مشاهدة هذه الجودة. أثر علي الضغط لتحديد من سيدخل ومن سيغادر وأنا أتحمل المسؤولية. وأضاف: أنا سعيد جدا، إسماعيل لاعب كبير وبتربية جيدة جدا ويصبر على فرصته وسيكون لاعبا موهوبا كبيرا في المستقبل. وشارك إسماعيل السباري بديلا في مباراة يوم أمس ضد المنتخب الغابوني، وبعد الدخول بدقائق قليلة قدم تمريرة الهدف الرابع الذي سجله يوسف النصيري، وبعدها سجل الهدف الخامس بطريقة رائعة بعدما راوغ مدافعين وسدد الكرة نحو الشباك من زاوية مغلقة. السباري يقدم مستوى جيدة أيضا مع ناديه PSV ايندهوفن الهولندي، ويعتبر حاليا من أفضل اللاعبين المغاربة على مستوى العالم.